يا صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسعادة وهنا ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. انا عندي كده ايه يعني حوالي لما صلي على النبي حتة صدر وورك، وعايزين يعني البيت كله ياكل منها، فانا قطعتها حتت صغيرة كده. هعمل طريقة جميلة هتعجبكم قوي. انا حطيت حتة السمنة على النار اهي، هحمرهم الاول كده اهي. قطعتهم حتت صغيرة، خليها تتحمر خالص الاول كده عشان نشوف هنعمله ايه. اكلوا البيت بقى بيهم كده ايه النهارده، عشان رمضان جاي علينا كده ايه وعايز مصاريف ياما، فاحمرهم. اتفرجوا هنعمله ايه تاني. شايفين حبايبي حمرتها ازاي؟ حاجه بسيطه كده يعني. كان الواحد بيدي للعيل الاول الورك ويقول عليه شويه. دلوقتي زي ما انتم شايفين الحاجه بقت ملهلبه نار. هنعمل ايه اهي؟ حمرتهم اهو، واحط بدلهم ايه الكرنبيط ده. خليه يتشوح بقى مع نفسه كده في حته السمنه اللي انا حطيتها دي. وبعدين ايه هنحط البصل عليه كده بعد ما يتشوح شويه، بعد ما يدبل كده يعني زي ما انتم شايفين كده. عليه معلقه الشطه من اللي انا كنت عاملاها ديت وشايلاها في التلاجة، بتقعد من السنه للسنه ما بيجرالهاش حاجه الشطه دي، عشان طعم الاكل كده شويه. هي معلقه صغيره، معلقه يعني زي ما انتم شايفين اهو كده. تتشوح بس كده، وطي عليه النار شويه يتشوح، وبعدين نشوف هنحطه ايه تاني عليه. اكله تبقى جميله النهارده ان شاء الله، سهله وسريعه مش هتاخد منك وقت. شايفه كده اللهم صل على النبي كده الشوح مية مية. ما حطيتش سمنه ولا حاجه، هم حته السمنه اللي كنت حطاها. اكله سريعه وموفره. واحط عليها دلوقتي ايه شويه البصل، اهم حاجه البصل بتاعها. البصل بتاعها بقى دوت اللي يخلي لها بقى ايه طعم ايه عسل. شايفه؟ قطعيه كده شرايح كده وقلبيه عليه. اتفرجي بقى على احلى اكله من غير اي حاجه. انت بقى حطي لها واحده مرقه دجاج كده طعمها كمان يعني. حبشيها بقى. ما حطيت لها الملح بس لسه الفلفل الاسمر. هحط لها شويه فلفل اسمر اهو. هو البصل ده اللي يخليها لك ايه طعمها عسل. سيبيه برضه يدبل كده شويه قبل ما تحطي الفراخ، وتحطي طماطمتين. ما تحطيش طماطم يعني، نسيبه برضه ايه يتشوح معاها كده بقى من الفلفل الاخضر الجميل ده. اتفرجي بقى هتدعي لي لما تعمليها الاكل. الكرنبيط رخيص في السوق، هو ارخص خضار. القلاص يا اختي ب 30 جنيه، والبسله ب 30. حاجه اول مره انا اشوف الاسعار دي، قلت لا الكرنبيط ارخص. رحت جايبه كرنبيتين ب 15 جنيه. عملت نصهم وهو وفاضل قدهم كده كمان. شوفي بقى انا شاطره ازاي يعني. 7 جنيه كرنبيط، 7 جنيه كرنبيط على شويه بصل من البيت، على ورك. مش ورك والله ما ورك، ده اقل من الورك. والصدر برضو يعني ربع الفرخه، مش صدرها كله، لا نص الصدر. هنعمله اكله كده النهارده كده ايه ونقضي يومنا. رمضان علينا داخل، كل سنه وانتم طيبين. وعايز مصاريف ياما بقى، ربنا يعيننا عليه. خليها تتشوح برضو كده اللهم صل على النبي على نار واطيه عشان تستوي كويس. شايفين بقى الجمال والحلاوه. دلوقتي انا هحط الفراخ بقى معاها اهي. اتفرجوا بقى على احلى بقى ايه طاجين كله مع بعضه كده اهو. اتفرجي بقى على الطعم والحلاوه. وهحط طماطمتين اهو مقطعاهم كله فوق بعضه كده، وسيبيها بقى على نار واطيه. واتفرجي بقى ما تحطيش طماطم ياما بس. اتفرجي بقى على الطعم والحلاوه اهو. شايفه؟ بص منظرها حتى جميل ازاي. احلى اكله. كرنبيط رخيص اهو. روحي هاتيلك كده كرنبيطه واعمليها ان شاء الله. لو حتى صدر واحد فرخه عندك، او عندك ورك واحد قطعيه حتت صغيره كده واعملي بيه.
ومشي حالك هتطعمي الاكل وخلاص. ايه رايك في الجمال ده؟ انا هوطي عليها النار وهسيبها بقى ما تستوي براحتها خلاص، عشان الفراخ انا يا دوبك محمراها ما سويتهاش، فاسيبها مع نفسها كده. بصوا بقى يا جماعه جمال البتاع الجمال بتاع بتاع مش منور. اتفرجوا على الجمال، بصوا بصوا الحلاوه، اللهم صل على النبي. شايفين اهو؟ بصت والبتاع اللي استوت اهي، الفراخ استوت وكله استوى، كله تمام اهو. شايفه؟ اعمليها بس كده وهتعجبك قوي. تغرفي كده، اتفرجي بقى على الطعم وعلى الحلاوه. اه بص، احلى حاجه فيها البصل. هتعجبك قوي والله لما تعمليها بالطريقه دي. جربيها وعليا، ان كانت مش حلوه بقولي لا انت ضحكت علينا، بس والله بتبقى طعمها جميل روعه اهي. شايفه؟ كل واحد تديله منابه كده اهو، هيقولك الله اعملها لنا كل يوم يا مامي. سلام على الطعامه ولا الريحه بتاعتها، يا نهار ابيض. يلا اعمليها بالطريقه ديت هتعجبك يا حبيبتي. شايفه منظرها؟ بصي بصي جميله ازاي. ما تكتريش الطماطم، عشان لو كترت الطماطم مش هتبقى حلوه. اعمليها بنفس الطريقه دي هتعجبك قوي. هتقولي الله على الطعم، بس حط لها واحده مرق دجاج صراحه. يلا حبايبي مع السلامه.